كابتن سامح أوراني، أكاديمية طلائع المستقبل. المستقبل. إيه طلائع؟ أنا سميتها ليه طلائع المستقبل؟ هي حاجه مشتركه، طلائع ومستقبل، يعني الاتنين. حاجه طلائع. طب أنا بحييك على الاسم ده. حبيبي حبيبي يا دكتور. طيب. ربنا يبارك في عمرك يا دكتور. الله يخليك. طبعا احنا بنرحب بيك في استاد مدينه نسيب بلطيم، وطبعا برضه تحيه خاصه من شركه جود سبورت اللي هي بتنظم المعسكرات هنا في المصيف وفي كفر الشيخ. نسالك سؤال بسيط كده، هل انت شايف الاجواء التدريبيه هنا عامله ايه؟ او لا بصراحه الملعب جميل جدا، ارضيه جميله، جو ممتع. تكفي ان الولد بيشم هوا نظيف، تكفي الارضيه نظيفه، الولد بيستمتع كنجيله طبيعيه بعد ما بيخلص تمرينه، في بحر ما شاء الله بيقدر يفك الاستشفاء بتاعته، حاجه بتخلي الولد ما شاء الله حاجه حلوه. طيب بالنسبه لدور جود سبورت، هل هي مثلا بتساعدك او بتذلل لك اي عقبات، اي مشاكل، ولا ايه بالظبط اللي بتكون معاك شركه لا جود والله الناس هنا، كل القائمين هنا في المنظومه ناس محترمه جدا، سواء الدكتور صفت او كابتن عبد الله القاضي، شخصيات محترمه جدا، موفر لنا كل حاجه ملعب على اعلى مستوى، كل حاجه متاحه، فالدنيا هنا كويسه جدا. عارف انا بشكرك جدا يا كابتن، وبشكرك على رايك الجميل ده وبتمنى لك التوفيق، واتمنى لاكاديميتك دايما يا رب التقدم والازدهار ان شاء الله. حبيبي.